السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. آه معانا النهاردة تورتاية. بس قبل بقى ما نعرض التورتاية بتاعتنا، نقول كده دعوة حلوة لأهل فلسطين، ربنا ينصرهم. ربنا يقويهم ويعينهم ويصبرهم يا رب. ربنا يرحم شهدائهم وموتاهم، وربنا ان شاء الله يشفي جرحاهم ويثبتهم ان شاء الله بإذن الله، وينصر الإسلام في كل مكان. تعالوا بقى نكمل او نقول التورتيه بتاعتنا دي. تورته البسكوت سهله جدا 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 يعني. لو كسلانه ومش عايزه تفتحي الفرن ومش عايزه، خايفه مثلا كيكه الاسفنجيه ما تنجحش معاكي، اعملي الطريقه دي وان شاء الله ان شاء الله النتيجه هتبقى حلوه جدا ومرضيه. معايا هنا كيلو من اللبن، لبن حليب طبعا، على البوتاجاز. هضيف عليه 4 معالق من النشا، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر، و4 معالق من السكر. وممكن احط النشا دي احطها 2 نشا و2 دقيق، يعني ممكن بدل 4 نشا احط 2 نشا و2 دقيق. استمري بقى في التقليب كده بالمضرب عشان ما تتكتلش معاكي لحد لما الخليط يتقل والقوام بتاعه يبقى حلو، وتحس ان هو بيبقبق كده عشان النشا تكون طعمها مستوي. طفيت عليها بقى وهاجي هنا على القالب المستطيل بتاعي. انا جايبه قالب مستطيل لان البسكوت اللي معايا نفسه البسكوته مستطيله، فهتبقى انسب حاجه تريحني هي القالب ده. اول حاجه هعملها يعني حطيت فيه، قصيت على قده كده ورقه زبده. ودلوقتي حطيت رشة فانيليا، والرشة الفانيليا انا حطيتها على المهلبية بعد ما نزلتها من على البوتاجاز عشان تفضل محتفظة بريحتها. لو حطيتها على النار وتعرضت لحرارة ريحتها بتخف خالص، فانا مش عايزة كده. اديتها تقليبة اهو. بصوا هي قوامها تحفة، مش مكتلة ولا مخرزة ولا اي حاجة. كل ده لاني ما سبتهاش وهي على البوتاجاز، كان ايديا فيها وبقلبها باستمرار. هفضي بقى المهلبية في البولة دي بحيث انها تبرد خالص من الحرارة بتاعتها. هحطها جنبي وهغطيها بكيس بحيث ان هي ايه ما تعملش قشرة او يعني تعمل طبقة كده على الوش وتنشف. وحاجتي كلها متحضرة قدامي. جايبة شوية كده من الشوكليت شيبس على شوية من السوداني اللي متغطي بالشوكولاتة. محضرة برضو معايا سكر بودر هحلي بيه الكريمة بتاعتي. أربع باكت بسكوت الشاي السادة خالص بالفانيليا عادي. ومعايا هنا حوالي ربع كيلو من الكريم شانتيه الخام، كريم شانتيه خام معلهوش سكر. هضيف له انا بقى السكر بتاعي. هحط دلوقتي كوبايتين من الكريم شانتيه، وهحط لهم معلقة او معلقتين من اللبن البودر، وشوية من الفانيليا وشوية من السكر البودر. ومعايا مية ساقعة متلجة كنت حاطة الكوباية دي في الفريزر علشان اخلط بيها الكريمة بتاعتي. غطيت بقى المهلبية اهو، وهبدأ بقى اشتغل في الكريمة. انا ضفت لها السكر بس تقريبا المقطع ده تقريبا مش متصور. السكر مش بتحطي كتير، يعني بتحطي مثلا على الكوبايتين دول حوالي 3 معالق من السكر البودر. انا بقى عايزاها بالشوكولاته. فاكرين برطمانات النوتيلا اللي عملناها سوا؟ خلصنا واحد وده التاني، طلعته من الفريزر وخدت منه كده معلقتين، وهزود شويه كمان علشان انا عايزه لونها يكون مش فاتح قوي كده، عايزاها تبقى اغمق شويه من كده. بدل ما احط معلقتين من الكاكاو الخام او الكاكاو الشرب، انا فضلت ان انا احط الشوكولاته دي، هتديها طعم احلى، وفعلا اديتها طعم جميل. طبعا انا عشان كنت بعملها بالليل عايزه ابيتها في التلاجة عشان تبقى تاني يوم معايا جاهزه متماسكه، والقطعه تطلع بقطعتها كده. فكنت مستعجله وعايزه اعملها قبل ما انام بصراحه، فما استنيتش بقى على الكريمه، لا ضربتها واشتغلت بيها على طول. المفروض كنت دخلتها التلاجة شويه تتماسك، بس مش مشكله. هنا بقى احضر بوله كده واحط فيها كوبايه حليب
وهدوب معاها معلقة شوكولاتة وهسقي بيها البسكوت بتاعي. هكتفي بالتحلية اللي في الشوكولاتة، مش هزود اكتر. ويلا هغطس البسكوتة لحظة واحدة في اللبن اللي بالشوكولاتة ده، لحظة واحدة بس، عشان هو بيبقى خفيف جدا وبيبوش بسرعة. انا بعمل كده علشان يبقى طري، ما يبقاش مقرمش معايا في وسط التورتايه، وفي نفس الوقت يبقى متطعم بنفس الطعم، يبقى فيه كده ايه تناسق او تناغم ما بين الطعم بتاع الكيكايه كلها معايا. هبدا اعمل اول طبقه كلها بنفس الطريقه، هرص البسكوت كده اللي متشرب بالسائل اللي معايا دوت اول طبقه كده واحده واحده. والافضل بدل ما تحطي ورقه زبده زي تفردي كيس تلاجة، كيس من اكياس السندوتشات كده، تفرديه وترصي عليه، هيكون احسن بكتير من ورق الزبده. هرص كده خلاص كده اول طبقه. اخدت بقى ايه، يعني خلصت يعتبر باكت من البسكوت وفتحت التاني. هاخد بقى الخليط بتاع المهلبيه بتاعي بعد ما برد اهو، هفكه كده بالشوكه، هفككه كده عشان لو جمد شويه. وهاخد شويه من الكريم شانتيه اللي بالشوكولاته ده، هضيفه على المهلبيه، هينقلها بقى يوديها حته تانية خالص، طعم اخر جمال بصراحه. الطعم بيبقى خطير خطير، ما انتش عارفه دي مهلبيه ولا كريمه ولا ايس كريم، حاجه كده تحفه تحفه بجد والله بدون مبالغه. هزود عليها برضو هنا عشان اللون كده بقى فاتح جدا، زودت برضو شوية شوكولاتة. وهروح بقى يعني ضيفها على طبقة البسكوت، اعمل طبقة من الكريمة دي، اغطي البسكوت بتاعي كله. والله في الاخر لما بقطعها بتطلع الخرطة بخرطتها كأنها بالظبط تورتاية او كيكاية، مش بسكوت خالص. يعني اللي مش هتقولي له ان دي بسكوت ممكن ما ياخدش باله اصلا. عملت الطبقة التانية بعد ما حطيت الكريمة، وبرضو هحط عليها طبقة من الكريمة واغطيها تاني بطبقة من البسكوت، وهكذا. يعني انا عملت 3 طبقات، لو انت عايزاها اعلى مفيش مشكلة زودي، بس انا ما حبيتش انها تبقى عالية قوي عشان اعرف اطلعها بسهولة. ما انا دلوقتي عايزة اطلعها بقى لما نيجي نقدمها، عايزة اطلعها من القالب نفسه، فعشان اطلعها بسهولة ما حبيتش انها تبقى عالية قوي معايا. لكن لو انت من البداية بتعمليها مثلا في القوالب اللي بتتفتح بكليبسة دي اللي هي مخصصة للطرط، هتبقى حلوة جدا، هتبقى سهلة معاكي. فعليها بقى واعملي طبقات اكتر براحتك. يلا دي الطبقة التالتة، حطيت كده انا ايه طبقتين من الكريمة و3 طبقات من البسكوت، يعني دي الطبقة التالتة. هكملها بقى كلها. واخر حاجة على الوش مش هحط طبقة المهلبية اللي بالكريمة، لا هحط طبقة كريم شانتيه اللي هي ايه انا معاملاها في الاول خالص، هي دي اللي هتبقى على الوش، طبقة الكريم شانتيه اللي بالشوكولاتة دي. خلصت انا بقى كده اخر طبقة، فخدت الكريمة بتاعتي كلها ونزلت بيها على البسكوت، وهحاول اسويها كده واعملها ايه يعني كلها كده بنفس المستوى. بصوا يا جماعة انا بشتغل بدون ادوات معقدة، يعني مش شغل محترفين، لا ده شغل كده ايه وعايزة تعمل حاجة كويسة او حاجة حلوة تفرح اسرتها يعني. فمسكت بالشوكة كده، ما جبتش بقى لا سكرابر ولا اي حاجة، واديتها بس تضليعة كده بسيطة على وش الكريمة. اخر كوباية كريم شانتيه معايا، هاخدها بقى احاول اعمل بيها وردات، بس طبعا لاني برضو مستعجلة وما حطيتهاش في التلاجة تمسك نفسها، فالوردات طالعة ايه نازلة سايحة شوية، بس والله ما بيفرق معانا، طلعت جميلة واتنسفت. عايزة اقول لكم الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحاجة اللي بتعمليها بحب بيطلع طعمها حلو. فمش هتفرق بقى معانا الوردات شكلها ايه. معايا بقى ايه للتزيين حاجة يعني ولا ابسط،
رشة كده، واستعنا بصديق والأنسة كارما جت ساعدتنا، عشان دي طبعا التورتاية بتاعتها هي واخواتها هم التلاتة عيد ميلادهم الشهر ده. يعني بنعمل عيد ميلاد اقتصادي 3 في 1 بصراحة. شوكولاتاية كده في النص، وحبة السوداني اللي هو بالشوكولاتة دوت في الوردات اللي عملناها، وزي الفل. طب دلوقتي بقى حبة الكريمة او المهلبية اللي باقيين معانا اللي بالكريمة دول هنعمل فيهم ايه؟ ومعايا باكت من البسكوت لسه متبقي، رحت جايبة الكاسات، ونفس اللي عملته في التورتاية هعمله طبقات في الكاسات، بس هزود معاه. لقيت عندي ايه حوالي 3-4 صوابع موز، فقلت ايه اضيفهم، وهيبقى برضو طعمها حلو، وهتبقى مختلفة عن طعم التورتاية. خدت كده البسكوت برضو، حطيته في اللبن اللي بالشوكولاتة، سقيته كده شوية، ورحت ايه عاملة عليه موزة، طبق يعني قطع من الموز، ومعلقتين 3 من المهلبية اللي معايا اللي بالكريمة، وبقت كاسات كده ايه حاجة عسل. باقي برضو اللي على الوش طبقة موز وشوية من الشوكليت شيبس. وعايزة اقولك ان الكاسات دي حلوة جدا، لو عندك ضيوف وعملتها لهم هتعجبهم ان شاء الله، حلوة بجد يعني. ممكن تشيلي الموز ده خالص وتحطيها فراولة، ممكن من غير خالص، من غير فاكهة اصلا. التورتايه بتاعتنا خلصت، والاحتفال بتاعنا الحمد لله تم بحمد الله، وكل سنة وانتم طيبين.